هذه منطقة الفاو، وهذه إيران، وهذا الخط الأبيض هي الحدود العراقية الإيرانية. هذا ميناء أم قصر، وهذا هنا ميناء خور الزبير، وهذه هي جزيرة بوبيان، وهذا هو خور عبد الله، وهذا الخط الأبيض هي الحدود العراقية الكويتية. طبعا هذا الخط الأبيض تم ترسيمه من قبل مجلس الأمن وفق القرار المرقم 833، واللي تم من خلالها اعطاء العراق الجزء الشرقي من خور عبد الله والغربي للكويت. طبعا هذا الترسيم بظلم كبير للعراق، لانه اذا تلاحظون انه الجزء الشرقي من خور عبد الله واللي هو تابع للعراق هو غير صالح للملاحه البحريه. الجزء الغربي فقط هو اللي صالح للملاحه البحريه. مجلس الامن في وقتها اعطى للعراق الحق بأنه يبحر من خلال هذه المنطقة، من خلال المياه الكويتية، بدون ما يدفع ضريبة أو بدون ما يتعرض للمساءلة من قبل البحرية الكويتية. طبعا إذا تلاحظون أنه الموانئ العراقية، هذا ميناء أم قصر وبقية الموانئ العراقية كلها موجودة في خور عبد الله، فالسفن اللي جاية من منطقة الخليج العربي من هذه المنطقة، هذه السفينة راح تضطر أن تمر من خلال خور عبد الله حتى توصل إلى الموانئ العراقية. الكويتيين يقولون يابا انه احنا عندنا اعدادنا بدات تزايد، وعندنا جزيره احنا ما مستغلها، هي جزيره بوبيان، ونريد نستغلها انه نبني عليها ميناء، فقرروا بناء ميناء مبارك. هذا ميناء مبارك الكبير. طبعا من حقهم ان يبنون ميناء، ارضهم هم حرين بهم، لكن اذا تلاحظ جزيره بوبيان عندها هذا الساحل الكبير على منطقه الخليج العربي، وهو اقرب لمنطقة الخليج العربي من هذه المنطقة، لكن ايش معنى الكويت تخلي الميناء في هذه المنطقة؟ طبعا السبب واضح جدا، الغرض هو خنق العراق بحريا، ومحاولة السيطرة على الاقتصاد العراقي، ومحاولة ابتزاز العراق من خلال الممر البحري الوحيد للعراق من هذه المنطقة. لأن السفن اللي كانت تمر من هذه المنطقة بكل أريحية صارت اليوم ما تقدر تمر بسبب ضيق هذه المنطقة. طبعا بال 2017 صار حادث بسبب هذا الشيء، انه المنطقة ضيقة للملاحة، ويعني 13 من البحار العراقيين بين متوفي وبين مفقود بسبب غرق سفينة المسبار في وقتها، بسبب ضيق هذه المنطقة للملاحة، لأن السفن العراقية بعد ما تقدر تمر من خلال هذه المنطقة. احنا حاليا طبعا بالعراق نصدر النفط من خلال ميناء أم قصر، من خلال هذا الميناء. طبعا إذا انسدت هذه المنطقة من خلال ميناء مبارك، راح نضطر انه احنا العراقيين نصدر من خلال ميناء مبارك حتى نبتعد عن ميناء مبارك، حتى نخلص من كل هذه الهوسة. العراق عنده مشروع كبير اللي هو ميناء الفاو في هذه المنطقة. طبعا ميناء الفاو ميناء كبير، هو بناء جزيرة صخرية بالجزء العراقي من مياه الخليج العربي، تحتوي على مدينة مساحتها 350 كيلومتر مربع، وتمتد داخل البحر 250 كيلومتر مربع. طبعا كلفة إنشاء ميناء الفاو الكبير كحد أعلى هي 8 مليار دولار، لكن إلى الآن المسؤولين العراقيين ما بدوا بإنشاء هذا الميناء. طبعا السبب هي الرشاوى الكويتية للمسؤولين العراقيين، والكويت تحاول أنه توقف هذا ميناء الفاو الكبير قدر ما يمكن، إلى أن تبني ميناء مبارك الكبير حتى يضطر العراق يصدر النفط من خلال ميناء مبارك. لأنه إذا بنينا ميناء الفاو الكبير ما راح نحتاج هذا الممر، ولا نحتاج هاي السالفة كليتها والابتزازات الكويتية. راح نقدر نصدر النفط مالتنا مننا، والبضائع اللي تجينا نقدر نستلمها مننا ونخلص من هذه السالفة كليتها. طبعا الصين اليوم وهي العملاق الاقتصادي القادم، واللي متوقع من خلال 10 أو 15 سنة القادمة أنه تقود العالم اقتصاديا وتتربع على عرش العالم وتزيح الولايات المتحدة من عرش العالم اقتصاديا. عندها ميناء اسمه ميناء جوادر، استأجرته من باكستان. هذا ميناء جوادر الصيني. هذا الميناء الصين تريد تصدر بضاعتها إلى أوروبا بأقرب وقت ممكن. هذا ميناء جوادر إذا قدرنا الربطه مع ميناء الفاو، هذا ميناء الفاو
هذا ميناء الفاو. إذا قدرنا نربطه مع ميناء الفاو فراح يتحول العراق إلى ممر للبضائع الصينية، تقدر من خلالها الصين توصل البضائع إلى أوروبا عن طريق ميناء الفاو، وعن طريق ربط ميناء الفاو بشبكة من سكك الحديد توصل البضائع إلى سوريا والأردن وتركيا ومنها إلى أوروبا. لكن اللي يصير الآن أنه المسؤولين العراقيين، طبعا برهم صالح قبل فترة راح إلى الكويت حتى يناقش مشروع الربط السككي مع الكويت. طبعا مشروع الربط السككي مع الكويت معناته أنه تقتل ميناء الفاو. شلون تقتل ميناء الفاو؟ إذا تلاحظون هذا ميناء مبارك الكبير، ميناء مبارك ميناء ميت بدون ربط سككي مع العراق. ليش؟ لأنه البضائع اللي السفن الصينية إذا اجت جابت بضائعها ورست في ميناء مبارك، أوكي، وبعد وين تروح؟ ماكو أي منطقة. ميناء مبارك يعني ميناء مبارك ما راح تقدر السفن الصينية توصل بضائعها إلا من خلال العراق، إلا من خلال العراق. إذا احنا ما اعطينا ربط سككي مع الكويت فمعناته هذا الميناء راح يموت. الأفضل أنه نربط ميناءنا ميناء الفاو نربطه سككيا مع سوريا ومع الأردن ومع تركيا، حتى البضائع والسفن الصينية راح ترسو في ميناء الفاو ومنها تقدر توصل البضائع إلى أوروبا. اللي دا يصير حاليا هو العكس، أنه يردون يطور ربط سككي مع الكويت حتى يقتلون ميناء الفاو، حتى هذا الميناء ينتهي، والكويت راح تقدر من خلال الربط السككي مع العراق أنه السفن الصينية راح تجي ترسو في ميناء مبارك وتنزل، الكويت تاخذ هذه البضائع وهذه الحاويات، تاخذ الفلوس. طبعا كل حاوية تاخذ من عندها فلوس، وتاخذ على كل حاوية فلوس، طبعا $400 ما اعرف ايش قد على الحاوية الوحدة. ومن خلال سكك الحديد مع العراق توصل هذه البضائع، تصير الكويت هي اللي توصل، يعني مو العراق هو اللي يوصل، يعني مو احنا اللي ناخذ الفلوس اللي احنا اولى بيها. الكويت هي اللي راح تاخذ فلوس اذا صار ربط سككي مع الكويت. انتم شايف هذه الكارثة؟ طبعا وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار رفض الربط السككي مع الكويت، وفي وقتها هذا الوزير اقالوه، واجا وراها هادي العامري. طبعا هادي العامري اول ما اجى وزير للنقل قبل انطب موافقه للكويت بالربط السككي، وهذه كارثه تبين لك انه ايش قد احنا مبيوعين، ايش قد المسؤولين العراقيين ما يهمهم العراق، وايش قد الرشاوى الكويتيه مشتغله داخل العراق ومشتريه مسؤولين عراقيين. طبعا السبب اللي يخلي هذا المشروع وميناء الفاو ان يعطلون ميناء الفاو الكبير وينطون ربط سككي مع العراق، اقدر الخص لك اياها بثلاث نقاط. النقطة الأولى، أولا رفض المشروع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكويت وإيران ودول الخليج. هذه الدول ما تريد للعراق أن ينهض ويصير عراق قوي ومزدهر. هذه الدول تريد تبقي على العراق ضعيف مضطرب مهدد، يعني الميليشيات، يعني حركات تمرد، حركات انفصال، أقلمة، تمزق طائفي قومي. تريد تبقى العراق مهزوز، ما تريد للعراق أن يصير معبر تعبر من خلال الصين البضائع إلى أوروبا، وما تريد للعراق أن ينتعش ويستقر ويصير دولة حالها حال بقية الدول. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفساد اللي بالعراق، فساد كبار المسؤولين بالعراق، واللي الرشاوى الكويتية يعني تدر بملايين الدولارات من أجل التنازل عن خور عبد الله، ومن أجل قتل ميناء الفاو الكبير وإحياء ميناء مبارك الكبير، بدل وأن تصير الكويت هي الدولة اللي تمرر الصين من خلالها البضائع إلى أوروبا، بدل ما يكون العراق هو الدولة اللي تمرر من خلالها. ثلاثة، هو التنافس بين الأحزاب والكتل والعائلات السياسية الدينية، واللي مهيمنة على الحكومة ورغبة